من غير سابق إنذار، سوق العربيات في مصر شاف تحول مفاجئ قلب الحسابات. شركة مودرن موتورز قررت ترمي ورقة تقيلة في الملعب، وأعلنت عن تخفيضات وصلت ل75 ألف جنيه على أشهر موديلاتها الاقتصادية. الحكاية بدأت من سوزوكي سويفت اللي سعرها نزل لأول مرة ب75 ألف جنيه علشان تبدأ من 775 ألف بس، وهي المعروفة بأنها موفرة البنزين رقم واحد ب3.8 لتر لكل 100 كيلو. أما ديزاير فلحقت بالموجة ونزل سعرها 60 ألف جنيه واستقرت عند 790 ألف، والغموض كمل مع بالينو اللي تراجعت 40 ألف جنيه وبقت ب 895 ألف لفئة التجهيزات الكاملة. التحرك ده خلى المهتمين بالسوق يسألوا، هل دي مجرد موجة مؤقتة لتصريف المخزون، ولا احنا قدام بداية لواقع جديد وأسعار هتنزل أكتر الفترة اللي جاية؟ وهل الماركات التانية هتقدر تصمد قدام المنافسة دي ولا هتضطر تنزل هي كمان؟ تفتكروا هل دي أنسب لحظة تشتري فيها سوزوكي قبل ما الموازين تتغير تاني؟